صباح الخير عليكم اخواتي الغاليين. تعالوا كده شاركوني تنظيف البلكونه النهارده. دخلت على البلكونه قلت انضفها قبل ما اعمل اي حاجه في شغل البيت من جوه. حتى يعني ما كنتش لسه دخلت كمان المطبخ ولا عملت اي حاجه. قلت انضف البلكونه، نظافتها من نظافه الشقه وخاصه في وجود اطفال. المهم بقى دخلت عليها بالزعافه والمكنسه وفرشه الجاروف كده، وقلت بقى ايه، ابدا تنظيفات من فوق لتحت الاول. اجيب الحيطان والشبابيك والباب البلكونه كمان، تنظيف كده بالزعافه وفرشه الجاروف، انفض اي ترابه موجوده عليه. انا بستعمل يا جماعه الميه والصابون لغسيل الشباك والابواب، ممكن مره كل شهر او شهرين، مش كل مره بغسل فيها الشبابيك والابواب، لا ابدا. بجيب بقى من فوق لتحت كده حتى الحيطان، بمشي عليها الزعافه كده عشان عندنا الجو مليان ترابه. الارض عندنا في البلد طينيه، وطبعا مع الصيف والحر الطين ده بيتقلب لتراب، في اي نسمه هوا تلاقوا التراب ده طلع على السور والبلكونه.